صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي، أو هنعمل صنف لحمة بس بطريقة حلوة قوي وسهلة خالص. وقطعة اللحمة دي أصلا ما بتاخدش سوا خالص. وهنعمل رز كمان بطريقة حلوة قوي، يعني هو قريب للرز المعمر بس هنعمله في الحلة. أكلة حلوة وسهلة وسريعة. وكمان قطعة اللحمة دي قطعة بيت كلاوي، مش هتاخد سوا خالص، هتستوي زي ما احنا شايفين كده مستوية اللهم بارك، تحفة قوي. وطعمها وريحتها حاجة كده زي الفل، وما خدتش وقت في السوا خالص. هي عموما ما بتاخدش وقت، يعني شويتيها عملتيها في صينية مش هتاخد معاكي وقت خالص. زي ما احنا شايفين كده دي بيت كلاوي. هنتبلها بقى ازاي ونعملها ازاي هنشوف مع بعض دلوقتي انا معايا 3 حبات بصل، هقطعهم شرايح كده زي ما احنا شايفين. عايزه تقطعيهم كارو قطعيهم، بس انا فضلت ان اقطعها شرايح كده. وال3 بصلات دول يعني مناسبين لكميه اللحم. عايزه تزودي بصل زودي، عايزه تكتفي كده بال3 حبات دول لو كنتي طبعا هتعملي نفس الكميه. ومش هنحتاج خضار تاني، هو الفلفل والبصل والطماطم. لو عايزة تستغني عن الفلفل الرومي والألوان استغني عنه، بس هو طعمه هيبقى مسكر وحلو قوي مع البصلة، وهيديكي نتيجة حلوة قوي. هيحبوا الطريقة دي عندك قوي لو عملتيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انتي تقدري تعملي ده في اي قطعة لحمة تاني، بس انا بفضل قطعة اللحمة دي لان هي ما بتاخدش نار خالص، وكمان نتيجتها حلوة قوي. الوصفة دي ممكن تعمليها لو عندك مناسبة، لو عندك عزومة، لو ما عندكيش ده وحابة تدلعي ولادك اعمليها، هيتبسطوا منها قوي. البصل هنا انا حبيت افككه كده من بعضه، علشان لما هبهر دلوقتي هدعك كل الحاجات دي ببعض، فمحتاجة ان كل حاجة تشرب من البهارات. وانا لبست جوانتي هنا عشان خاطر همسك لحمة وابتدي بقى ايه اتبلها مع البصل والطماطم والفلفل. ومش لابسه في الايد التانية عادي، مشوها كده مفيش مشكله، ما بحبش الجوانتيات اصلا. كده انا بدور على البصل اللي ما تفككش، وابني بينكفني زي العاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هرش شويه ملح كده، وهضيف مكون حلو قوي 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 هيدي طعم جميل للحمه. وهنا فلفل اسود و7 بهارات، وهضيف شويه عسل ابيض. العسل هنا هيدي طعم ومزازة، وهيدي طعم جميل وهايل جدا جدا، هيدي اللحمة يعني من الآخر تست تحفة قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ودي معلقة خل، وكمان هعصر ليمونة كاملة. المجموعة دي مع بعضها هتديكي طعم حلو قوي 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 للحمة. يبقى نضيف البهارات اللي انتي بتحبيها. انا ضفت فلفل اسود و7 بهارات وشوية ملح، وضفت معلقتين عسل ابيض وشوية خل ابيض وكمان عصير ليمونة. هاخد بقى اللحمة بتاعتي. اللحمة انا مش مقطعاها شرايح خفيفة، لا، محملة. يعني ده هيخليها احسن ما تبقى خفيفة قوي، مش هتبقى ظريفة خالص. لازم القطعة تبقى محملة شوية. وهتاخديها في التتبيلة دي وتفضلي تدعكيها في البصل وكل الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض دي دلوقتي. الليمون هيدي طعم حلو، والعسل، وكمان الخل الأبيض، ده بالإضافة للبهارات. هدعكها كده كويس قوي كل الحاجات دي مع الخضار ومع البهارات. هنجيب هنا صينية، هضيف كده طبعا. ايه ده بتضيف اللحمة ليه كده كلها فوق بعضها؟ لا، انا هنزل اللحمة كلها فوق بعضها عشان افرش الخضار الاول من تحت.
زي ما احنا شايفين كده. ضروري الخضار يبقى من تحت حماية للحمة، مع ان طبعا احنا ولا هننساها ولا هنحرقها طبعا، بس ده افضل كتير. هرص كده اللحمة جنب بعضها، وتقدري بقى بعد ما ترصيها كده تسيبيها ساعة ساعتين في التلاجة. عايزة تتبليها وتقفلي عليها بالفويل ورق الزبدة وتسيبيها في التلاجة للصبح، برضو مفيش مشكلة. انتي كده برضو هتديها تست حلو قوي. هي كده خلاص اتبلت وبقت تحفة خالص على التسوية على طول. انا هعمل معاها رز. لو انتي مش عايزة تعملي رز وعايزة تعملي مكرونة اعملي. لو انتي مش عايزة تعملي ده وتعملي محاشي اعملي برضو، هيبقى السفرة بتاعتك حلوة. وكمان يعني هتحسي ان الاكلة تستاهل. انا ولا بقى هعمل محاشي ولا هعمل مكرونة، هعمل رز بس بطريقة حلوة هتعجبكم قوي وهتبقى حلوة قوي قوي مع اللحم. هسيب اللحمة بتاعتي كده على قد ما الوقت يساع، وهعمل دلوقتي الرز. هنا معلقة سمنة حلوة كده، ويستحسن لو سمنة بلدي. وهجيب رز أبيض مصري عادي خالص، وهغسله كويس وهبتدي أشوحه في السمنة بتاعتي. نزلت الأول بورقتين لورا. اللي حابب يضيف حبهان يضيف، بس عادة الرز المعمر وانا هعمله شبيبي ما بيبقاش فيه لا ورق لورا ولا حبهان. بس اللي حابب الاضافتين دول يضيف. انا ضفت ورق لورا بس. هبتدي بقى كده اشوح الرز بتاعي في السمنة البلدي علشان الرز يتغلف ويبقى بيلمع كده ومفلفل في بعضه. ضروري كده دقيقة او دقيقتين نشوحه كويس. الطريقة دي حلوة قوي قوي قوي. هنا شوية ملح وفلفل اسود. برضو ممكن تقولوا احنا ما بنضيفش للرز المعمر فلفل اسود، برضو دي حاجة ترجع لك. انا حابة اعمله بالطريقة دي، لو جربتيه هيعجبك قوي. وده تغيير عن طعم الرز المعتاد، وتغيير عن انك انتي لازم تعملي الرز المعمر في الفرن. كده احنا بنعمله على البوتاجاز بطريقة سهلة بس بنفس التست ونفس الطعم. هنا معايا كوباية مش كبيرة لبن حليب، وفيها برضو الوش بتاعها. هضيفها الأول وبعد كده هنزل بمعيار المية بتاعي. طبعا احنا عارفين الرز المصري المية قد الرز على طول، لا بتزيد ولا بتنقص. وطبعا انتي بالنظر اكيد عملتي رز كتير وهتقدري تعرفي المعيار بتاعك. يبقى ضروري كوباية اللبن الصغيرة دي وشوية خل أبيض. هنا الرز خلاص قرب يتشرب عشان اهدي عليه ويبتدي يستوي بالراحة. ضروري طبعا زي ما احنا عارفين. هنا بقى معايا قشطة، اخدتها من كمية اللبن اللي عندي كلها وضفت لها معلقتين لبن حليب وهدوبها كده. مش هشيلها زي العادة اعمل بيها حاجة تانية، لا هضيفها بقى على الرز. هيديني تيست وطعم هايل قوي. جربوا الطريقة دي مش هتندموا. حلوة جدا جدا جدا. هنزل كده بالوش بتاع اللبن على وش الرز كده. هو خلاص اتشرب وبيستوي دلوقتي. هضيف وش اللبن ده وهيديكي طعم حلو قوي قوي قوي، يعني اكتر من ممتاز للرز. هكتم الرز طبعا زي العادة وهسيبه يكمل السوا بتاعه. ده يا جماعة الرز المعمر الكداب. كداب ليه؟ عشان ما عملناهوش في الفرن، بس التيست والطعم تحفة جدا. كده خلاص زي ما احنا شايفين كان استوى، كان مفلفل كده وتحفة خالص. والطعم طبعا هايل قوي. اللهم بارك. الصينية بتاعتي انا دخلتها الفرن على فكرة، وقفلت عليها بورق الزبدة والورق الفويل. هي خلاص كده كانت استوت. هعمل لها بقى تيست شوي. هجهز ورقة فويل صغيرة وهحط فحمة وهحط معلقة زيت واحدة وهقفل عليها عشان تديني ريحة الشوي. انا سويتها على فكرة، دخلتها الفرن وسبتها في الفرن حوالي نص ساعة وخمس دقايق مش اكتر من كده. بيت الكلاوي يا جماعة ما بياخدش وقت خالص. وطبعا اللهم بارك قطعة اللحمة دي كانت صغيرة مش كبيرة. وده كان شكلها كده بعد ما استوت خالص وخرجت من الفرن، وكانت ريحتها قلبت البيت. الرز بتاعي
مفلفل وتحفة خالص. أنا حبيت أقدمه بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يكرم كل ولادنا اللي في الثانوية العامة، ما ننساش ندعي لهم، ربنا يفرحهم وينصرهم، يفرح أهاليهم يا رب. الطريقة دي حلوة قوي، لو عجبتكم قولولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. البصل كان طعمه هايل هايل هايل، وطبعا اللحم.